بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. محبي ومتابعي وأصدقاء أبو الكباتن في كل مكان، تحية ليكم من القلب، وحفظكم الله جميعا أينما كنتم، وكل عام وحضراتكم بخير، ورمضان كريم ومبارك عليكم جميعا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والصيام والصلاة والقيام، اللهم آمين يا رب العالمين. قبل ما نتكلم في أي حاجة، ما ننساش الدعاء لأهلنا وحبايبنا في فلسطين، في أرض غزة، الشرف والكرامة والعزة. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميتهم وانصرهم نصرك المبين، اللهم آمين يا رب العالمين. في عجالة يا حضرات هنتكلم على 4 موضوعات. الأول خبر حلو قوي قوي أسعدني أنا شخصيا، سعيد به جدا جدا. ليه؟ هقول لك ليه يا أبو الصحاب. لأن أنا شخصيا مقتنع جدا بإمكانيات أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي. عنده إمكانيات فوق العادة بجد. أحمد عبد القادر لاعب من الطراز الفريد، بس هو محتاج شخصية وثقة ودماغه تشتغل صح. فقط محتاج شوية توجيه، اعمل سوي خلاص. النهاردة النادي الأهلي جدد عقد أحمد عبد القادر. خبر هيسعد ناس كتير جدا جدا، لأن أنا من النوع اللي ما بثق في لعيب ببقى دايما أحب إنه يكون متواجد في صفوف النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي نادينا، وهو اللي بيفرحنا وهو اللي بيسعدنا وهو الأعظم نادي في الكون، شاء من شاء وأبى من أبى. يبقى كده خلصنا من موضوع أحمد عبد القادر. خبر كويس، والحمد لله تم تجديد الكابتن أحمد عبد القادر، وإن شاء الله بإذن الله هنشوفه ونشوف إمكانياته وحرفنته بإذن الله مع الفريق الأول للنادي الأهلي تحت قيادة مستر كولر. الموضوع الثاني هنتكلم فيه موضوع حسين الشحات، اللاعب حسين الشحات. طبعا حسين الشحات كان استدعى حسام حسن في القائمة بتاعته طبعا في للمنتخب، وحصل له يعني حس بشوية آلام في العضلة الخلفية، فطبعا مش هيلحق يلعب في مباراة نيوزيلندا بكرة إن شاء الله الجمعة بإذن الله. ونتمنى التوفيق والنصر للمنتخب بإذن الله تحت قيادة الحماسي الوطني الكابتن حسام حسن. إن شاء الله يعني الحمد لله وصلت أخبار إنه حسين الشحات أصبح يعني معافى والحمد لله، وجاهز بنسبة 100% للمشاركة في مباراة الأهلي مع سيمبا التنزاني في تنزانيا إن شاء الله يوم الجمعة، اللي زي يوم الجمعة 29، يعني زي بكرة إن شاء الله. ونتمنى إن شاء الله يعود منصور مجبور وبال3 نقاط إن شاء الله بإذنك أنت يا رب. يبقى حسين الشحات أصبح جاهز للمشاركة مع الفريق إن شاء الله. للفريق إن شاء الله بإذن الله هيكون مسافر يوم 27، والكابتن محمود الخطيب كلف الكابتن حسام غالي انه ان شاء الله هو هيكون رئيس بعثة النادي الاهلي بالسفر لتنزانيا باذن الله، ومباراة سيمبا التنزاني باذنك انت يا رب. ثالث موضوع هنتكلم عن محمد عبد المنعم صاحب ملعب الخامس. اصبح دلوقتي ملعب محمد عبد المنعم الخامس بالمغرب ان شاء الله. محمد عبد المنعم كان الهدف بتاعه يعني له بركة، صاحب البركات. الوداد حتى يمكن ما يشاركش في البطولة الإفريقية السنة الجاية، حاله لا يرثى عليه. من يوم ما الواد اللي هو كان جاي يقول لك أنا جاي منين ولابس تيشيرت الزمالك والزملكاوي، اللي كان بيقول الوداد الوداد الوداد، بركته هلت عليهم
وبسم الله ما شاء الله، يعني من نقرة لجحظيرة الوداد. محمد عبد المنعم الزملكاوية نازلين هاتك يا كلام ولكلك وعجين وشغل يعني لجان بقى، وانت عارف اللجان الالكترونيه البوابيه الزملكاويه الزنطوريه كتير، عمالين يهبدوا يقول لك محمد عبد المنعم مش هيجدد. يا جماعه الخير، انا بكلم الاهلاويه يا حبايبي، يا جماعه الخير، هنقول ايه بس؟ محمد عبد المنعم لسه ناقص له سنتين، موسمين كاملين في العقد بتاعه، فازاي هيمشي؟ وازاي جاي له؟ جاي له عروض، بس لسه في ومش هيمشي الا باراده النادي الاهلي، زي ما عمل مع محمد حمدي فتحي، وزي ما عمل مع محمد شريف. في اخبار بتاكد ان محمد شريف ان شاء الله باذن الله يخلص مع الخليج في السعوديه ويراجع الاهلي. طبعا اللي يطلع من الباب الكبير، الباب الكبير المفتوح ليه بعد موافقه طبعا الاداره ولجنه الكوره. يبقى كده خلصنا من بطلوا هري بقى وهبد بقى، بطلوا هبد الله يهديكم، وهقول ايه؟ اهدوا بقى الله يهديكم ويهديكم في نفس الوقت. خلاص محمد امامك، خليك في نفسك، خليك في سامسونج، خليك في الطيب، خليك في الايقاف، خليك في المشاكل اللي عندك، مشاكل محتاجه 5 سنين عشان تتحل. سيبك بقى، سيبنا من الغندور واسامه وغيره 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 اللي عمال يهبد في الفاضي والمليان، والجنايني وغيره وغيره. خلاص محمد عبد المنعم لسه له باقي سنتين، وانا حايل فيك بدموع العين مستنيك يا شلبوك. اخر حاجه نتكلم فيها ايه؟ هنتكلم في خبر افرح المصريين كله بكل، وافرح الوسط وفرح الوسط الرياضي بالكامل بكل الوانه، احمر ابيض اصفر ازرق سماوي اصفر كحلي، اي لون من الالوان كله. الحمد لله الحمد لله فرحانين، لان رئيس الجهاز الطبي بنادي فيوتشر صرح تصريح فرحنا جميعا وفرح المصريين جميعا ان الكابتن احمد رفعت استعاد صحته، واصبح يعني تركيزه 100%. خلاص طبعا الاجهزه الصناعيه اترفعت من يومين، ويعني الواد رجع لوعيه الكامل. احمد رفعت الحمد لله، ربنا ودعاء المصريين الطيبين ودعاء اهله طبعا، ربنا كرمه بالشفاء الحمد لله. محتاج بقى فتره يرجع يقف على رجليه كويس قوي، ويرجع بقى لناديه ويتألق. الف حمد لله على السلامه يا كابتن احمد. و يعني انت كنت عامل ازعاج كتير في الوسط الرياضي وللمصريين كلهم، لانك انت شخصيه محترمه ولاعب محترم. في النهايه بقول لكم وجبه سريعه باربع اخبار سريعه ان شاء الله. نتمنى بكره باذن الله منتخب مصر نيوزيلندا بكره تقريبا 9 او 10، تقريبا الساعه 10 على استاد الاداره العاصمه الجديده، استاد روعه، يعني صرح رياضي رهيب. ان شاء الله نتمنى ان الجماهير تروح، نتمنى ان الجماهير تروح. التذاكر ب 30 جنيه، يعني عاملين تذاكر درجه ثالثه ب 30 جنيه، بيعملوا للاهلي درجه ثالثه ب 100 جنيه. نتمنى شخصيا، انا اتمنى شخصيا ان احنا نشوف 30 40 50 الف في الاستاد باذن الله بكره، ونتمنى بدايه حسام حسن تبقى بدايه موفقه، لان في ناس كتير مفكرين ان لما حسام حسن صمم انه يشارك في البطوله ان ده فخ عشان يظهر حقيقته، عشان هيقابل مستويات كبيره ومدارس كبيره طبعا، يعني فرقتين كبار او 3 فرق كبار هيتقابل. هنتقابل بكره مع نيوزيلندا ان شاء الله، ومودريتش جه ووصل هو وفرقته ان شاء الله. نتمنى نشوف مباراه كويسه بكره ان شاء الله، وانتصار لمنتخب مصر تحت قياده الحماسي الوطني حسام حسن. اترككم في رعايه الله وحفظه، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.